السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه المصريه المشهوره. جبت لكم الجزء الثاني من امهات مصر اللي هي ايه؟ ام لطفي اللي بتقيد وتدفي. ام لطفي دي دايما بنقولها للستات اللي عندها مكر وخديعه، فدايما بنقولها للستات دول. طيب تعالوا نعرف ايه قصه ام لطفي. ام لطفي دي هي اصلا اسمها نعيمه، وكانت عايشه في السياله في احد حواري اسكندريه، واتجوزت المعلم حودة بعد ما طلق 3 ستات، وكان في اعتقاده ان الستات دي خلفتها كلها بنات. جه قال لنعيمة لو جبتي لي الولد انا هجيب لك عربية اسمها بكار. بكار دي كانت اغلى عربية وكان لسه جديدة. فطبعا نعيمة عينيها لمعت وكانت نفسها في العربية. راحت اتفقت مع دايا وادت لها فلوس كتير وقالت لها لازم تجيبي لي الولد. وفعلا دايا عملت كده، وطبعا نعيمه راحت قالت لحوده ان هي حامل. ولما هي جت وقت ميعاد الولاده طبعا جابت الولد، وبقى فرحان جدا حوده وسمى الولد لطفي وبقت اسمها ام لطفي. وراح جاب لها العربيه بكار وكانت اغلى موديل في الوقت ده. وركبت العربيه بقت تمشي في شوارع اسكندريه وتشغل رعاش العربيه، وبقت تنور وتطفي في الشوارع اسكندريه. وبقى الناس يقول عليها ام لطفي اللي بتقيد وتدفي. ولكن جت الداية ضميرها أنبها وراحت حكت على الموضوع كله للمعلم حودة، والمعلم حودة زعل جدا وطلق أم لطفي، وبقت ست كدابة ومعروفة إن هي كيادة في شوارع اسكندرية. وبقى أي ست بتبقى كيادة أو كدابة بيقولوا عليها أم لطفي اللي بتقيد وتدفي.